سنة 1944 كانت أوروبا بتغلي، النازيين لسه متخيلين إن هما ممكن يقلبوا الحرب لصالحهم، بس المفاجأة كانت جاية من كل اتجاه. من الغرب أمريكا وبريطانيا بيجهزوا لأكبر عملية إنزال في التاريخ اسمها عملية نورماندي. تخيل أكتر من 150 ألف جندي نزلوا في يوم واحد على سواحل فرنسا، صوت البحر كله اختفى من كتر القنابل اللي نزلت. ومن الشرق السوفيتي شغالين في عملية اسمها باجراتيو، واللي سحقت جيش ألمانيا زي ما تكون بتدوس على قلب الكولا فاضية. خسائر النازيين وقتها كانت بمئات الالاف، الجيش الالماني كله اتفكك واللي فاضل هرب او استسلم. يعني من الاخر الالمان اتحشروا في النص، الغرب بيكسرهم والشرق بيطحنهم، وهتلر قاعد في برلين بيقنع نفسه ان لسه في امل. الله يخرب بيتك. بس الحرب دي لسه ما خلصتش بانتصاره بس، لا دي بدأت بعدها حرب تانية بس من نوع مختلف، حرب النفوذ. امريكا والسوفيت بقوا القوتين الوحيدتين في العالم، وكل واحد فيهم عايز يسيطر على نص الكوكب. طب واحنا نروح فين؟ وده كان اول فصل في قصة اسمها الحرب الباردة اللي خلت العالم يعيش سنين بين الخوف والتهديد النووي. سنة 1944 ما كانتش مجرد سنة، دي كانت اللحظة اللي الدنيا كلها اتقسمت فيها نصين. لو عايز تعرف ازاي الصراع ده كبر وبقى سباق تسلح ومخابرات وازمات نووية، استناني الفيديو اللي جاي، ودعمني بلايك وتابع ابو القريف عشان يعرفك اللي قدامك واللي وراك.